انا زي اي بنت كان نفسي اتجوز عن حب. طول عمري شايفه جواز الصالونات ده جواز فاشل، لكن اللي حصل بعد ضغط اهلي قررت ان انا انزل اقابل شخص من طرفهم ابن احد الاصدقاء. نزلت، ما عجبنيش اول مره، ما عجبنيش تاني مره، ما عجبنيش تالت مره، وقلت خلاص هرفض، لكن اصلي استخاره الاول. بعد ما صليت الاستخاره سبحان الله في حاجه اتغيرت. كنت هرفض، لقيت لا، وقلت يبقى دي علامه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ده الشخص المناسب وان الموضوع ده فيه خير. كان بيكلمني كل يوم، واحده واحده بدات اخد عليه، وبعد ما بدات اخد عليه بدات احبه واتعلق بيه. امنته على قلبي وحلفته ان عمره ما يكسره. وعدني عادي وقال لي انت ما تعرفينيش وانا عمري ما هسيبك. كان يقعد يقول لي ان هو قد ايه بيحبني وان هو عمره ما هيسيبني. ولا عمرك، بيقول لي ولا عمرك هتفكري في يوم اني ممكن اكذب عليكي. نيجي بقى في الاساس الموضوع. كنت طول الوقت بحس ان هو جدع، بالذات مع صحابه. صاحبي شكري، هو بيقول لها صاحبي شكري تعبان ولازم اروح اديله الدواء، واحتمال ابقى معاه، ابات معاه علشان لوحده، وانا افرح بيه واقول قد ايه طيب وجدع وراجل وشهم ومحترم، ولما انا هقع هيشيلني زي شكري صاحبه، ده انا هبقى مراته، يعني انا هبقى اغلى عنده من شكري. فاذا كان بيعمل كده مع شكري هيعمل ايه مع المدام؟ طيب مع انه ما بيعملش كده معايا، ما كانش بيعمل كده معايا، ما كانش جدع معايا. كنت اقول له انا متضايقه، انا عايزاك تجي لي، يقول لي انا مع خالد عشان خالد محتاجني، وانتي طيبه وهتقدري ان احنا في غربه وان انا هروح اقف جنب خالد. عامه مره واحنا مروحين من فرح حد من صحابنا، كنت قلت له ان احنا نخرج بكره عشان عامله له سربرايز او عامله له مفاجاه لعيد ميلاده. قفش عليا، اتخانقنا، قال لي ايه الزهق ده وانا المفروض ان انا اقابلك كل يوم. روحت البيت البنت كلمته، قال لها ما ترفعش عليا سماعه التليفون تاني، او انا مش قلت لك ان انا زهقت؟ انا زهقت اصلا، انا مش عايزه اكمل، خلي عندك كرامه. القصه خلصت لحد هنا وانا قرفت وقفل السكه في وشي. نهارت الدنيا ضلمت بعد شهرين من انتهاء هذه الخطوبه الشنعاء. في بنت كلمتها قالت لها انا فلانه الفلانيه، مش انت كنتي مخطوبه لفلان الفلاني؟ قالت لها اه. قالت لها طب يا حبيبه قلب مامي، انا كنت شكري اللي بيبات عنده في البيت وبيقعد جنبه عشان يديه الدواء، وانا كنت خالد اللي بيقف جنبه ومش قادر يسيبني علشان خاطر يجيلك. لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ اولا هتقبل فكره ان في حد ممكن يوعدني بوعد وما ينفذوش، عشان فكره ان انا اتقبل الفكره دي هتهون عليا شويه كتير. ثانيا اتقبل انه في راجل ممكن اقابله يبقى راجل مش محترم او مش كويس. عادي، في ناس خاينه كتير عايشه حوالينا، يعني احنا مش عالم من الملائكه. 3 كله بيرجع. في مثل كده بيقول لك كله بيقع في حجري. هيقع في حجرك، بس عشان يقع في حجرك لازم تنسيه او تبيني على الاقل في الاول ان انت بتتناسيه. فلما هو يحس ان هو محدش معبره وان انت مش معبراه ومش مديله اي اهميه، ده يعمل له اكلان في دماغه. فالاكلان اللي بيحصل في دماغ الراجل يخليه يرجع يتقدم تاني الى الامام ويرجع لك. ولما يرجع لك حضرتك مش هتجيبي له سيره ان حضرتك عرفتي ان شكري وخالد طلعوا واحده تانيه. حضرتك هتفهمينا حضرتك مديله الامان الكامل وهتديله فرصه تانيه. في خلال الفرصه التانيه دي تجننيه، تخلي دماغه شيطه تضرب في الحيط. يوم حلو ويوم مر، يوم حلو ويوم مر، مقابلات قليله جدا، مكالمات تليفون، يوم مكالمه طويله و5 6 ايام بعديها مكالمات كانها اساسا ما حصلتش. شكلك لازم يتغير، طريقه كلامك لازم تتغير، لازم تبتدي وانت بتتكلمي معاه تغلطي في الكلام، تغلطي في اسمه. ما لا يقل عن شهر تمشي معاه بالمعامله دي، وما تقوليش اصل هو مش هيرجع. لا، هو هيرجع لما هو يحس ان هو مش موجود في حياتك ومش موجود في قلبك ومش موجود في دماغك. هيبتدي يفكر ازاي بعد كل اللي انا عملته فيها ده هي مش فاكراه. والحته دي التويست ده هو اللي بيخلي الرجاله ترجع، ان هو عايز يثبت لنفسه ان هو اسد الاسود، اسد الغابه، راجل الرجال. لا، هي عرفت تنساني، انا هفكرها تاني بنفسي. فده اللي بيخلي الرجاله ترجع. احنا مشكلتنا بقى ان هم لما بيرجعوا احنا بنتعامل معاهم غلط وبنديهم الامان كأن مفيش اي حاجه حصلت. ليه يا حبيبتي؟ اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في ايه؟ في الزبادي.
فانت مش هتامني له تاني، بس انت هتبيني له ان انت مامنه له لحد ما يجي كده ايه على حجرك زي ما بيقولوا. وبعدين مش هجيب سيره شكري وخالد والبنت دي خالص خالص، ولا انها كلمتك ولا اي حاجه. حصل انها كلمته وبلغته انها كلمتك، هتقولي ان انا ما صدقتهاش. انا لقيت انها اكيد صديقه وست مش كويسه وبنت مش كويسه واستغلت الظروف اسوأ استغلال، وانا مصدقاك يا حبيب قلبي يا فلذة كبدي يا جميل يا قمر يا حليوه انت. ما جابتلوش سيره، احنا مش هنجيب سيره خالص. وبعدين بقى تبتدي بقى ايه وانت بقى قاعده معاه تبصي في ضوافرك كده وتقولي له بص انا فكرت كويس وحاسه ان انا مش قادره اكمل معاك، انت تستاهل بجد واحده احسن مني بكتير. اصل انا حاسه ان انا مش هساعدك، انا حاسه ان انا مش البنت اللي هتسعدك في يوم من الايام، وقدر الله ما شاء فعل، وانت انسان كويس، ده انت احسن مني، وان شاء الله باذن الله ربنا هيديك واحده احسن مني. بخاف من الجواز، بخاف من الارتباط، بخاف من الحب، انا بخاف، انا حاسه ان انا عايزه اشتغل، عايزه اكمل حياتي بشتغل وببني مستقبلي، وده مش الوقت المناسب انه انا اكمل معاك. وانت بتعملي كده اهوت وبتسبلي ومتضايقه جدا على نفسك وعليه، وتاخدي بعضك وتتكلي على الله تروحي البيت تبلكيه في كل حته يا انسه. البني ادم ده اصلا ما جاش، هو هيقعد يرفص في الارض وهتبقي علامه في وشه طول حياتك، طول حياته عفوا، لانه الحقيقه الراجل عمره في حياته ما بينسى اتنين، الست اللي علمت له في وشه والست اللي علمت له في قلبه. فخلي كده هتبقي علمتي في وشه طالما ما عرفتيش تعلمي في قلبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.